اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبرأ من حولي وقوتي والتجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى. فالصراحة ده كان عندي الميزان ده من السنة اللي فاتت وكنت مصوراه، فلما حصلت شوية لخبطة كده في القناة فما كانش فيه وقت خالص ان انا قعدت فترة ما نزلش فيديوهات، ما كانش فيه مناسبة ان انا انزل الفيديو ده. فدلوقتي في مناسبة ان انا انزل الفيديو ده للناس اللي هي حابة يكون عندها ميزان بسيط. فالميزان ده بصراحة يعني حلو خالص عن تجربة، أنا ليا سنة بستعمله، فبصراحة حلو خالص. هو ببطارية وبشاحن كهرباء، يعني أنا ليا أكتر من سنة أو سنة جايباه فبستعمله باستمرار. فالبطارية لغاية دلوقتي أو الحجارة بمعنى أصح هي ما خلصتش ولسه قاعد كويس زي ما هو. فأنا بمناسبة العيد للناس اللي حابة هي بتوزن للأضحية فده مناسب ليها جدا. فهو ليه مميزات حلوة كتير، يعني بالكيلو وبالجرام يعني هيبقى مناسب إن شاء الله. فأنا حبيت أعمل ريفيو معاكم. فده طبعا يعني وزنه 10 كيلو، يعني يوزن 10 كيلو صافي. فانا حبيت اوزن معاكم المج كان في حدود 297 جرام. ففي ان انت ممكن تصفري الميزان على اساس ان انت وزنتي من داخل المج مش المج. فانا كده وزن المج 298 جرام. فانا لما هنا صفرت الميزان كده المج مش موزون معايا، هيوزن اللي انا مثلا هضيفه في المج. كده انا وزنت زي يعني مج المية 241 جرام، ده لو هتوزني بالجرام. ففي برضو ان انت توزني بالكيلو على طول. لو حابة انك توزني بالكمية الاكبر هتوزني بالجرام بالكيلو على طول. فهنا كان ان انا ممكن اصفر الميزان تاني وان انا اضيف حاجات تاني اكتر يعني. فدي بالجرام. فلو حاجات صغيرة، وهنا فيها اضاءة لو حابة ان انت تشغلي الاضاءة او لا. تمام كده. كده احنا هنصفر الميزان خالص او هنطفيه ونشغله تاني على ان احنا هنوزن بالكيلو، فهنوزن كمية اكبر. فهي اول واحدة بالجرام والتانية او زد والتالتة اي بي والرابعة اللي هي بالكيلو الجرام. الاو زد والاي بي دي اوزنة انا مش بفهم فيها او مش بستعملها. انا بستعمل اول واحدة اللي هي بالجرام لو بوزن حاجات بسيطة او خفيفة يعني، واللي هي الكيلو جرام اللي هي اخر واحدة. فدلوقتي انا بستعمل حبيت اوزن اللي هي بالكيلو بس عشان دي كمية كبيرة، فما تلاقيتش كمية اكبر من كده ان انا اوزن. فهي طلعت في حدود 5 كيلو، يعني 5 كيلو 375 او 65 كده. ده كانت الكمية الاكبر. فالميزان وزنه ان هو بيشيل 10 كيلو. فبصراحة الميزان ده جميل جدا وعملي جدا، ان انا ليا سنة بستعمله باستمرار. كنت يعني هو بالحجارة وبالشحن الكهرباء.
فالحجارة لغاية دلوقتي يعني كويسة، مفيهوش ولا اي حاجة. فالطبق ده فكان 5 كيلو، 9 أو 58، 5 كيلو. آه، فأنا حبيت إن أنا أضغط بإيدي علشان أوريكم إن هو مثلا فالميزان ده بيوزن 10 كيلو، فأنا حبيت أضغط على يعني بإيدي كده، فبصراحة ما كانش عندي حاجة توزن 10 كيلو. فبوريكم كده إن هي 9 كيلو. تمام، على قد ما بضغط على قد ما الميزان بيبقى نازل يعني. وكده الفيديو يكون خلص. لو أول مرة تشوفيني فلايك واشتراك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.